زي ما قلت لكم قبل كده، الفيديوهات دي مبنية على الفكر بتاع ال ATLS، بس هي مختلفة شوية عن ال ATLS. آم، عشان احنا بنركز على حاجات، آم، آه، يعني الكونسبتس اكتر من الطريقة. الكورس طبعا هايل. والفيديوهات دي انا موجهها لاي حد خد الكورس او لسه هياخد الكورس، لان الناس نوعين: نوع خد اي تي اس ونوع لسه هياخد اي تي اس بصراحة يعني. مش بركز هنا على السكيلز، انا بركز على الكونسبتس والتريكات والحاجات اللي انا شخصيا بقولها في الكورس لما باجي ادرس الكورس. الجزء بتاع البريذنج هنتكلم عليه. هنتكلم عن الاسسمنت، ازاي نعمل اسسمنت البريذنج، وهنتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي الاميديت لايف ثريتنينج انجريز بتاعه التشست انجريز اللي هي البي، في البي يعني. وهنعمل ايه المانجمنت بتاع الاميديت لايف ثريتنينج انجريز. هنتكلم عن كل واحد كلمه او اتنين، كلمه ورد غطاها، الكي ووردز، الكي بوينتس. وهتكلم بسرعه على البوتنشال لايف ثريتنينج انجريز برضو، الكي ووردز او الكي بوينتس اللي فيهم. ماشي. خلينا نفتكر دايما ازاي الاي بي سي دي بتتعمل، والاسئله اللي احنا كنا اتفقنا ان احنا هنسال نفسنا الاسئله دي قبل ما نخلص او قبل ما نبدا في كل مرحله من مراحل الاي بي سي دي اي. ودي المرحله بتاعه البي. المرحله بتاعه البي بتتمحور حوالين الاميديت لايف ثريتنينج انجريز في الغالب. ماشي. وبتتمحور ان انا اعرف امانج حاجات محتاجه تعمل immediately قبل ما نعمل اكس راي، ودي حاجه بتفرق في ارض الواقع. فعلي مش هستحمله ان انا استنى تشست اكس راي. وبتفرق في الكورس بتاع الاي تي اس يعني. ممكن يكون الانستراكتور في وقت ما يقول لك طب السي ار مش جاهز، الاكس راي مش جاهزه. ماشي. هتعمل ايه؟ هل هتعمل حاجه قبل ما تستنى الاكس راي؟ طبعا هتعمل حاجه. لو في حاجه انت شخصتها او قادر تشخصها في الاميديت لايف ثريتنج انجريز. ولازم تاخد بالك من الساتوريشن والتشست اكس راي برضو فيهم ايه، وهما بيجايد المانجمنت بتاعك. طيب، ليه البي مهمه؟ يعني البي مهمه لانها بصراحه بتتاتش في الجزء بتاع الاير واي. لان الاير واي والبريثنج بروبلمز ساعات بيبقوا انترلينكد، بيبقوا يعني مرتبطين جدا ببعض. وفي نفس الوقت في تشيست انجريز في البي بتسبب شوك، يعني مرتبطه جدا بالسي. يعني البي بتيجي في النص كده، مرتبطه جدا بالاير واي، ومرتبطه جدا برضو بالسيركيليشن. لان حاجه زي التنشن نيموثوركس بتسبب obstructive shock، ماسيف هيموثوركس بتسبب هيموراجيك شوك او هايبوفوليميك شوك، كاردياك تمبونات بتسبب obstructive shock. برضو هنتكلم عن الشوك في الفيديو بتاع الشوك وانواع الشوك والكلام ده كله في السي. بس الحاجات اللي في التشست انجريز في البي دي ممكن تسبب حاجات في السي. ماشي. او بتبقى بتكمباوند الافكت بتاع الشوك. التشست انجريز يعني حتى لو مش حاجه من دول، بتكمباوند الافكت بتاع الشوك حتى لو كانت هيموراجيك او نون هيموراجيك. تمام. فهي مهمه جدا في انها مرتبطه حتى بالاير واي، ومرتبطه كمان بالسيركيليشن. طيب، الاسسمنت بنأسس ازاي؟ اول حاجه بننشور ان الاير واي اديكويت، وعرفنا المره اللي فاتت ازاي نأسس الاير واي وازاي نمانج الاير واي، والعين ده يحتاج الديفنت في اير واي ولا لا. وبعد كده لوك فيل ليسن او انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكلتيشن. اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها في السيستماتيك اكزامينيشن بتاع الشيست بتاعنا. قول لوك فيل ليسن، قول انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكلتيشن، اي حاجه. بس اعملهم في الحقيقه او في الكورس بتاع الاي تي اس. بتعمل بتشوف وبتحس وبتبركاس وبتسمع، والكلام ده كله لازم يتعمل. ماشي. ويبقى معاك adjuncts، يعني بيبقى معاك adjuncts لازم تستخدمها سواء في الكورس او في الحقيقه. احنا اتفقنا ان الكلام ده كله هيبقى في الكورس وفي الحقيقه الاثنين. الادجنكتس بتحط الاي سي جي، البلس اوكسيمتر، الانتايدال كابنوجرافي لو موجود، تشيست اكس راي او سي تي سكان بيساعد لو مفيش immediate life threatening injuries ومحتاج تتعامل معاها immediately. انا بس محتاج اقول ان السي تي سكان الناس بتعمله في البرايمري سيرفي في بلد زي بريطانيا، لان السكانر بيبقى موجود جنب الرصاص، والناس التروما تيم بيروح بالمونيتورنج والاجهزه بتاعته، الرصاص والسي تي اقصد. والسي تي بيبقى مجهز ان يتعمل فيه ريسستيشن، فهو بيعتبر جزء من برايمري سيرفي في بلد زي بريطانيا. وهتلاقي في بلاد تانية يعني اليابان فيها حاجات كده برضو.
الفاست سكان مهم جدا 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 في الشيست وفي في البي وفي السي وفي حاجات كتير جدا. يعني في ناس عامله اي بي سي دي اي بالالترا ساوند، ناس بتاسس الاير واي وبتعمل انترفنشنز في الاير واي وبتاسس البريذنج وبتعمل انترفنشن في البريذنج والسيركيليشن وحتى الديسابيليتي وكل حاجه بالالترا ساوند سكان. والالترا ساوند سكان ممكن يشخص حاجه زي نوموثوركس، هيموثوركس، يعني مهم جدا جدا جدا، وبتعمله بيد سايد ومش محتاج تاخد العيان توديه لسي تي ولا محتاج تستنى اكس راي تتعمل. والارتيري بلاك جاسز طبعا عشان تشوف الاكسجينيشن بتاع العيان، والبي او 2 اللي هو مختلف شويه عن الساتوريشن. وهتلاقوا في فيديوهات العلاقات ما بينهم والحاجات دي في على قناه اليوتيوب بتاعتنا. النقطة المهمة جدا 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 والكلام اللي احنا بنقعد نقوله في immediate life threatening injuries لازم تعرفهم كويس قوي، ولازم تروح تدور عليهم واحد واحد بالاكزامينيشن بتاعك. يعني لازم تحط الستة كيلرز في دماغك وانت بتكزامن الشيست وتتعامل معاهم مباشرة. وفي ناس كده بتقعد تقول hunt for the immediate life threatening injuries before they hunt you. يعني هم هيصطادوك لو انت ما اصطادتهمش. لو انت في الحياة العادية العيان هيموت لو انت في الكورس مش هتنجح. يعني انت لازم تجيب الستة دول وتعمل لهم مانجمنت يعني وقتي في ساعتها. ايه الستة دول؟ في التنث اديشن بتاعت الاي تي ال اس حصل تغيير. يعني احنا كنا قبل كده بنقول اتوم اف سي، انما في التنث اديشن حصل تغيير وقسموهم اي بي سي، وهم لسه ستة. هي بتضاف عليهم التروماتيك كارديك سيركيلاتري ارست، دي مش السبعة بتاعتهم بس الستة دول ممكن يؤدوا للسبعة دي، ماشي، اللي هي التروماتيك كارديك ارست. وانت مش محتاج تدور على الارست، يعني الارست هي اللي هتدور عليك، فتدور على الحاجات التانية دي. الايرواي اوبستراكشن او اللارنجيو تريكيال انجري، الحاجة اللي فوق خالص. التريكيو برونكيال انجري، تري انجري، ودي حاجة من الحاجات اللي ضافت مكان الفليل سيجمنت في التنث اديشن. فدلوقتي التريكيو برونكيال انجري بقى من الحاجات اللي في الاميديت لايف ثريتنينج. وفي كلمتين، العيانين دول في الغالب هيحتاجوا تشيست درين. تركب تشيست درين هيبقى فيها continuous bubbling والعيان مش هيتحسن، وهتحتاج تركب تيوب تانية، تشيست درين تانية. يعني برضو في كلمتين، العيان ده مش هيتحسن بتشيست درين واحدة، العيان ده هيحتاج تشيست درين تانية تركب عشان العيان ده هيبقى عنده continuous bubbling. في البريذنج التنشن نوموثوركس في كلمتين، تنشن نوموثوركس حاجتين، respiratory compromise وcirculatory compromise، بيبقى معاه شوك. العيان ده بيبقى hemodynamically unstable، ويبقى الساتوريشن بتاعه بيبقى شوكت، ويبقى الساتوريشن بتاعه واطي او منتش عارف تقيسه اساسا بالبلس اوكسيمتر. وطبعا بقيه الكلينيكال بيكتشر بتاعته هايبر ريزونانس والكلام ده بتعمله في الاكزامينيشن. مش هتكلم عن التفاصيل، انا هتكلم على كل حاجه في كلمتين. الاوبن نيموثوركس ساكينج ووند، دي كي وورد. الهواء بيحب يدخل من الووند اسهل له مما يدخل من التراكيه، فدي حاجه لازم تتعامل معها immediately، ولازم تقفله immediately وتركب تشيست درين مش في مكان الووند، في مكان تاني، ماشي. برضو في كلمتين ماسيف هيموثوركس، في كلمتين ضل، بيبقى فيه ضلنس في الشيست والعين بيبقى شوكت هيموراجيك. حط درين، بس قبل ما تحط درين تكون مركب كانيولا، لازم تكون متاكد ان العيان متركب له 2 اي في لاينز، ويكون معاك دم او محاليل جاهزه، او ماسيف او اللي هم بيقولوا الماسيف هيموريدج بروتوكول، او ماسيف ترانسفيوجن بروتوكول، او على حسب ما بيسموه في المستشفى. ده في كلمتين الماسيف هيموثوركس. كاردياك تامبوناد في كلمتين تشخيصه صعب. فاست سكان، ما تنساش في الفاست سكان البريكارديال ويندو. العين دول always يعني او بنسبه كبيره قوي هيحتاجوا ثراكوتومي، ماشي. نعمل بريكاردوسنتيسيس، مش عارف، ما بتحصلش كتير قوي، بس في الغالب العيانين دول هيحتاجوا ثراكوتومي، ما كانش في الطوارئ هيبقى في العمليات.
لو حاجه خفيفه مش هيبقى عامل تمبونات. يعني بالكارديال افيوجن غير الكارديك تمبونات. التمبونات ده بيبقى عامل سيركلاتري شوك، وده برضو نوع من انواع التشيست انجريز. والتروماتيك سيركلاتري ارست بتحصل من الحاجات دي. وفي الجوريزم جميل جدا 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 نازل في التنس اديشن بتاعه الاي تي ال اس، هتشوفوه كلكم لما تاخدوا الاي تي ال اس او اللي خد منكم الاي تي ال اس، بيتكلم على التروماتيك كاردياك ارست نعمل معاه ازاي. دلوقتي عشان نبقى واضحين، immediate killers اتنين في الاير واي، الاوبستراكشن والتريكروبرونكال انجري، وقلنا في كلمتين كل واحده هنعمل معاها ازاي. تنشن نوموثوركس، وقلنا ان هو من خصائصه الاتنين اللي لازم يتجمعوا الهيموديناميك انستابيليتي والريسبيراتوري انستابيليتي، وطبعا بنتعامل معاه بالديكمبريشن وتشيست درين. والاوبن نوموثوركس بيتسد وتشيست درين. ماسيف هيموثوركس خلي بالك لازم يكون العيان عنده كانيولاز. الكارديك تامبونات خلي بالك العيان ده في الغالب هيحتاج ثراكوتومي. البوتنشال لاف ثريتنينج برضو كل حاجه في كلمتين. سمبل نيموثوركس مش كلهم بيحتاجوا تشيست درينز. لو العيان عنده ريسبيراتوري كومبرومايز هيحتاج تشيست درين. الهيموثوركس نفس الكلام. الفليل سيجمنت والبلمونري كونتيوجنز لما بيحصل ريب فراكشرز، دي من الحاجات يعني هتستغربوا جدا، دي من الحاجات اللي بتموت عدد كبير جدا من العيانين، بس delayed مش immediate. والمانج بتاعها بين كنترول. بين كنترول ممكن العيان يحتاج انتوبيشن، وساعات عيانين بيحتاجوا فيكسيشن مش في البرايمري سيرفي، لا كديفنتيف مانجمنت. بلانت كاردياك انجري لو هو في كلمه واحده، خد بالك من الفاس سكان والتاكيكارديا. لو هو كلمه واحده هو التاكيكارديا. تروماتيك اورتيك ديسربشن في الغالب دي حاجه هتحتاج فاسكولار. لو في سيفير هيموريدج العيان هيموت من تروماتيك اورتيك ديسربشن قبل ما يجي لك. العيان اللي جاي لك بقى بتروماتيك اورتيك ديسربشن في الغالب عنده هيماتوما وكونتيند، فحاول ما ترفعش الضغط. تروماتيك ديافراجماتيك انجري صعبه في الدايجنوزس، وخلي عندك لو ثريشولد اوف انك تشوف او تعمل انفستيجيشنز اكتر للتروماتيك ديافراجماتيك انجريز. ومن اكتر الحاجات اللي على فكره بتعمل delayed presentations باكيوت ابدومين وديافراجماتيك هيرنيز وكلام من ده. بلانت اوسوفجيال رابشر لو هقولها في كلمتين هقول ممكن تعمل او جي دي اللي هو اندوسكوبي يعني، او كونتراست اورال كونتراست سي تي سكان، ممكن تشخصها بالاثنين دول. ممكن الاثنين على بعض علشان ساعات كل واحده منهم السنسيتيفيتي بتاعتها ما هياش عاليه قوي، بس الاثنين مع بعض السنسيتيفيتي بتاعتهم عاليه. دي كلمه واحده على كل حاجه من الحاجات دي. الحاجتين الجداد وناخد بالنا منهم، الناس بقت بتعمل دلوقتي دي كومبريشن للتنشن نوموثوركس او العيانين الفيري انستيبل اللي مش عارفين عندهم ايه بفنجر ثراكوستومي غير النيدل ديكومبريشن. زمان كنا بنعمل النيدل بنحطها بالسكند انتركوستال سبيس، حتى الجايد لاينز دلوقتي اتغيرت وبقت فيفث انتركوستال سبيس من اكزيلري لاين. بس اغلب الناس وعيانين كتير جدا بقى بيجوا لنا الطوارئ دلوقتي معمل لهم الفنجر ثراكوستومي، اللي هو كانك بتبدا تحط تشيست درين بس ما بتحطش الدرين، بتفتح الفتحه بتاعتها وبتحط صبعك جوه البلورال كافيتي عشان تدي كومبريس لو في تنشن نوموثوركس او في بلاد او في اي حاجه بتبقى عارف. الحاجه التانية اللي هو التروما روم او الامرجنسي روم ثراكوتومي، برضو بيتعمل الموضوع بيبدا بفنجر ثراكوستومي، ولو العيان ما تحسنش وارستد بتوصل الاتنين ببعض ويبقى كلام شيل ثراكوتومي. ماشي. دي حاجة بتتعمل بيبقى لها فوائد علشان تتعامل مع الايميديت كيلرز، ان هو ايه اللي هيموت عيان تروما غير تنشن نوموثوركس، كاردياك انجري، سيفير هيموريدج في الشيست، سيفير هيموريدج في البطن، فانت هتكلم بالاورطة. هتقدر برضو تستفيد من التروما في الثراكوتومي ده انك تعمل internal cardiac massage. ده الاكستريم بتاع الشيست انجريز اللي هو التروما روم ثراكوتومي. اغلب الشيست انجريز يمكن 75% مش بيحتاجوا حاجه خالص، يمكن 20% بيحتاجوا تشيست درين بالكتير.
5% او يمكن اقل من كده ممكن يحتاجوا ثراكوتوميز، او يمكن في بعض الاستاديز 1%، بس الناس بتعملها زي هرم كده يعني. ماشي. ناس قليلة جدا بتحتاج ثراكوتوميز وعمليات. ناس اكتر شوية بيحتاجوا سمبل بروسيجر زي فينجر ثراكوستومي او تشيست رين. وناس كتيرة قوي مش بيحتاجوا اي حاجة وبيحتاجوا كونزرفاتيف مانجمنت. عملنا ايه في الفيديو ده؟ عملنا البي بتتمحور كلها حوالين الاميديت لايف ثريتنينج انجريز. اتكلمنا على الاسسمنت، يبقى عندك سيستم تاسس البريذنج من الحاجات المهمه لانها انترلينكد بالاير واي، وبتسبب شوك في immediate life threatening injuries في الشيست، بتسبب شوك. عرفنا immediate life threatening injuries، وعرفنا بمنتهى السرعه كلمه عن كل واحده، و... والمانجمنت بتاعها بسرعه جدا ازاي. كل كلمه انا قلتها هي كي وورد في كل واحده من الحاجات دي. في طبعا تفاصيل تانية كتير تعرفوها لما تقروا كتاب او تشوفوا البرزنتيشن. الرويال كولج اوف سيرجنز في لندن نزلت برزنتيشن الاي تي ال اس، وكنت حطيت اللينك بتاعها قبل كده، وهحطه لكم تاني في الفيديوهات دي برضو. ببصوا عليه، فيها تفاصيل اكتر، وفيها تفاصيل عن البروسيجرز وعن الكلام ده كله، وحاطين المانوال الناينث اديشن برضو مجانا، تبصوا عليه وتبصوا على الحاجات دي. بس انا بس بضيف الاضافه بتاعتي او الكي ووردز في كل حاجه من الحاجات دي. اتكلمنا على البوتنشال لايف ثريتنينج كي وورد او تو كي ووردز عن كل واحده من الحاجات دي. متشكرين ليكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. آم، انتظرونا، ولو عندكم اي تعليقات يا ريت تقولوها في التعليقات، ولو الفيديوهات شايفينها مفيدة انشروها مع زمايلكم. شكرا لكم.